ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني. طبعا خلاص خلصنا كحك العيد، خلصنا رمضان، كل سنة وانتم طيبين. نبدأ في الأفكار الحلوة جدا ومنتهى الطاقة الإيجابية، لأنك فعلا هتشوفي الفيديو ده هتقومي تستلمي أي حاجة عندك لونها بالشكل اللي انت شايفاه ده. الصينية دي أنا عملت عليها رقاق الطري في آخر شهر رمضان، فزي ما انتم شايفين كده اللون بتاعها اغمق معايا واصفر بالشكل ده. أنا هنزل عليها بسلكة المواعين دي وبخلطة بسيطة جدا جدا، هتبقى زي الفل. هبدأ معاكم على طول بالطريقة. معايا هنا معلقة كبيرة من ملح الليمون، نص معلقة من البيكنج باودر، ومعايا هنا نص معلقة من البيكربونات الصوديوم، وهنزل عليهم بخمس معالق بالظبط كده من الخل الأبيض. الطريقة دي حلوة جدا، بمجرد ما بننزل بالخل على المكونات الجافة بيبتدي يحصل الفوران بتاعنا، وده أكبر دليل إن هي هتبقى معاكم زي الفل. زي ما انتم شايفين الفوران ازاي. قربت منكم الكاميرا شوية علشان تشوفوها كده. زي ما انتم شايفين الفوران ده هيديني معناه ان هو في تفاعل، وان شاء الله هتبقى معاكم زي الفل. هنجيب الصينيه بتاعتنا ونبدا بيها. معاكي طاسه، معاكي حله، معاكي عيون البوتاجاز، البوتاجاز نفسه، الحوامل، الدهون اللي بتبقى حوالين البوتاجاز، كمان الشفاط. فكرة جميلة جدا وسهلة ومش هتكلفك أي حاجة. مش هنشتري باور من بره، مش هنشتري أي منظفات من بره، طريقة بسيطة جدا. بالنسبة لسلك المواعين ده، انضف حاجه ممكن تشتغلي بيها سلك المواعين. زي ما انت شايفه انا بجيب حبه من الخلطه اللي انا عملتها وبنزل بيها في المكان اللي انا عايزه اغسله. اهم حاجه هنا طبعا سلك المواعين مع الخلطه اللي احنا عملناها، معنى كده ان هي هيبقى في احتكاك مع الالومنيوم او مع اي حاجه انتوا هتشتغلوا بيها. لو البشره عندك حساسه لازم تلبسي جوانتي علشان ايديكي ما توجعكيش. انا بالنسبه لي مش اول مره اعملها، انا دايما بغسل عيون البوتاجاز والمطبخ، كل حاجه بالطريقه دي، لاني انا حابه ان انا افيدكم بيها. فعلا بسيطه، مش مكلفه، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود ابدا ابدا. هنبتدي ان احنا ندعكها كويس جدا زي ما انتم شايفين، ونلف الداير بتاعنا كله بالشكل اللي انتم شايفينه ده. افكار بسيطه جدا، وعندي ليكم كمان افكار حلوه جدا جدا للتنظيف، لروتين البيت. كل السؤال اللي موجود عندكم وعايزين تستفيدوا منه اسألوني عنه وانا اوريه لكم. زي ما انتم شايفين ده انا لسه ما غسلتش الصينيه. ببتدي ان انا اخد الداير اللي من فوق بتاع الصينيه، لان لازم يبقى اللون كله زي بعض. الصينيه دي يعني قديمه بستعملها للرقاق، فعلشان كده اللون بتاعها اتغير معايا، وانا حبيت اوريها لكم اغسلها قدامكم. زي ما انتم شايفين الصينيه بقت اللهم بارك اللهم بارك، نظيفه وجميله جدا من الجوانب وكمان من فوق زي الفل زي الفل. اتمنى ان انتوا تعملوا الطريقه دي في اي حاجه عايزين تجيبوا اي دهون موجوده عندكم في اي حاجه الومنيوم. اعملوا لي لايك زي ما انتم شايفين، لان فعلا الفكره تستحق اللايك. انا جربتها وبنقل ليكم التجربه بتاعتي، فعلا تستحق التجربه، حلوه جدا. تمام كده زي ما انتم شايفين، جميله جميله جميله، تسلم ايديا. ان شاء الله تعجبكم، واتمنى ان انتوا ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير واشتراك للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير ان شاء الله.